الانقسام ده لو اتساب من غير وعي ممكن يدمر الإنسان وهو عايش. في كتاب الطريق إلى السعادة دكتور أحمد عكاشة بيقول إن كل إنسان عايش بين 3 صور نفسية: الصورة الذاتية، الصورة المثالية، والصورة الاجتماعية. مش اختيار، مش رفاهية، دي حقيقة نفسية. والمشكلة مش إن الصور موجودة، المشكلة إننا بقينا عايشين لصورة واحدة بس. الصورة الذاتية أنت شايف نفسك إزاي وأنت لوحدك، مش الحقيقة، التقييد. في ناس صورتها الذاتية أقل من حقيقتها، وفي ناس صورتها الذاتية أعلى من حقيقتها، والاتنين خطر. الصورة الذاتية بتتكون من كلمة اتقالت، نظرة، مقارنة، تجربة فشل. والصورة دي لو انكسرت الإنسان بيعيش طول عمره بيجري يعوض. الصورة المثالية مش غلط، لكنها ممكن تبقى سلاح ذو حدين. هي الإجابة على سؤال نفسي أبقى إيه. المشكلة لما الصورة المثالية تبقى مستحيلة أو مستوردة من غيرك أو مش شبه ظروفك. ساعتها الصورة المثالية مش بتقودك، بتجلدك. وكل يوم أنت مش كفاية، أنت متأخر، أنت أقل.